بيان للرأي العام إن ما تقوم به الدولة التركية من تعديات على طول الحدود الشمالية لسوريا واحتلال أجزاء عزيزة على قلوب الشرفاء من أبناء الشعب السوري وتهديدات أردوغان المستمرة ما هي إلا دليل دامغ على الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية، وذلك لإلهاء الشعب التركي وإشغاله بأزمات خارج الحدود التركية مستغلة تورط روسيا بحربها مع أوكرانيا، وكذلك الأزمة الداخلية التي تعصف بإيران، وكذلك الحلم القديم المتجدد لإعادة هيكلة وهيمنة السلطنة العثمانية. وإلا لماذا تتدخل الدولة التركية في ليبيا واليمن وأذربيجان؟ ومن أجل إيجاد المبرر للاعتداءات التركية التي لم تفرق بين المدنيين والعسكريين، بل ركزت بشكل أكبر على المنشآت المدنية من مشافي ومحطات توليد للكهرباء وصوامع للحبوب، لقد اختلقت المسرحية الهابطة التي لم يقتنع بها حتى من كتب السيناريو لها ومن قام بإخراجها. نعم، إنها مسرحية أحلام البشير التي قامت بالتفجير في ميدان تقسيم في مدينة اسطنبول، وهذا دليل دامغ على ما أدلى به سابقا رئيس المخابرات التركية كاهان فيدان، حيث قال: سنجد المبرر لشن عملية عسكرية على الأراضي السورية حتى لو اضطررنا لإرسال أتراك لقصفنا من الداخل السوري. إنما يؤسفنا أن بعض الدول ذات الأهمية والشأن في الأزمة السورية غضت الطرف عن الاعتداءات التركية، وبررت ذلك بأن من حق الدولة التركية تأمين حدودها ضد العمليات الإرهابية. والسؤال: هل هناك تهديدات للدولة التركية في منطقة المكمن في محافظة دير الزور والتي تبعد أكثر من 70 كيلومترا عن الحدود التركية؟ وهل هناك تهديدات من الأطفال الذين تناثرت أشلاءهم في المشافي في كوباني عندما تلتقي مصالح الحداثة الرأسمالية من أطماع الدول المافيوية، ومع أطماع الدول المافيوية التي تدعي ظاهريا أنها تسعى لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا، ولكنها في الواقع تسعى لإضعاف سوريا عموما وضرب المشروع الحيوي الذي بدأ يترعرع في شمال وشرق سوريا، ألا وهو مشروع الأمة الديمقراطية. فما علينا إلا أن نرص الصفوف ونوحد كلمتنا ومواقفنا، ولا نعتمد بعد الله إلا على إمكانياتنا الذاتية، ونعزز وحدتنا الداخلية من خلال تأمين كل ما يلزم لذلك من نشر للوعي وشحذ للهمم لدى أبناء شعبنا، والنهوض بالواقع الاقتصادي، ودعم الإدارة الذاتية، والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن بلادنا أرضا وشعبا، لأن معركتنا أصبحت معركة وجود بعد أن أصبحت قضيتنا ثانوية بالنسبة للعالم أجمع.